بس انا ما كنتش متخيل انك تسيبيني يا فريدة. طيب اخواتي اللي بيدوروا على نسخ قطع نت، النهارده جايب لك نسخة قطع نت حقيقي. القطع النت شغال، وانا جربت على نسخة تانية يعني فشخ من عدد الكلمة. طيب تمام. طبعا انت هتخش على البرايفس وتخش على اعدادات الفيروس، وهتنسى سيبك من اول 10 جمل. طيب تمام. هنا هتلاقي اضافة زراير قطع نت برسالة. طيب هتفعل اهم حاجة الزرار ده من قبل ما تبعت رسالة قاطع نت، لازم تفعل الرسالة دي. تمام. فعل، مش هتهنش قاطع نت. طيب تمام. عندك بقى اتنين، قاطع نت برسالة وقاطع نت بملصق. قشطة. طبعا تتفعل قاطع النت. تمام. وتخش مثلا طبعا ان انا معيش نت وكده، وقوم عامل وضع طيران. تمام. عشان ما هنكش من ضغط الرسائل. تمام. كل ده هتشوفوه في الفيديو. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. طبعا قبل كل حاجة كده احب اقول لكم اسف على الفيديو اللي فات، كان صوت وحش والمونتاج ما كانش حلو. طيب تمام. انا كنت بصور فيديوين، والفيديو ده لقيت فيه صوت كده وانا بصور. تمام. المفروض ان انا احذفه، لا ما حذفتوش، لا ده منتجت عليه وما عرفتش لما نزلت الفيديو. تمام. والفيديو التاني قاعد. طيب تمام. وطبعا النهاردة نسختنا متكونة من 4 أرقام، ده الباسورد. تمام. أقول لك رقمين في رقمين في أول الفيديو وفي آخر الفيديو، يعني يعني إنك تركز على آخر دقيقتين من الفيديو أو أول دقيقتين. بقول الباسورد كامل. أنا بقول رقمين ورقمين، وبعد كده بعد ما أقول لك الرقمين وأقول لك الباسورد كامل بكتبه لك مرة واحدة في الشاشة. طيب تمام. قبل كل حاجة يا ريتك تصلي على النبي. تمام. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. طيب النهاردة جايب لك نسخة ايفل الموميا. طبعا دي نسخة اخويا هو اللي عاملها. طبعا دي الفيرجن 29. طبعا النسخة فيها مميزات لأول مرة تشوفها على اليوتيوب. طيب بس الناس بقى اللي بتهبط تحت وتقول لك انت سارق النسخة ومعدل عليها، لا انا معدل على الالوان بس. والنهاردة النسخة بكام لون؟ جايب لك اللون الاحمر. انا مش بعدل غير على الالوان بس. طبعا دي نسخة اخويا اقدر اعدل عليها واغير شكلها عادي. طبعا دي اللون الاحمر، بعد كده اللون الاخضر، بعد كده اللون الابيض، بعد كده اللون الاصفر، وبعد كده اللون البنفسجي. طيب اللون الازرق طبعا انا عامل نسخة شبهها بالملي، نفس النسخة هي بس بتاعت ايفل تختلف وبتاعتي هتختلف. انا البريفيسي نفس البريفيسي اصدار واحد. تمام. بس بتاعت ايفل تختلف بكتير. تمام. بس بتاعتي هنا فيها مميزات اكتر اللي هسيب لك تحت في الديسكريبشن. طبعا النسخة النهاردة هشرح عليها، أوراكوا كده باللون الأبيض. طبعا اللون الأبيض بتاعها جميل، جميل جدا. تمام. طبعا يجيلك لما تخش على البرايفسي هيجيلك الشكل ده. شوف ان انت هتشترك على في قناة ايفل، هتدوس اشتراك. مش مشترك هتدوس موافق. تمام. طبعا دي البرايفسي. طبعا النسخة دي انا بغير اللون بتاعها. طيب تمام. دي اللون الأبيض. طبعا قبل كل حاجة كده تعالى كده أثبت كده اللون الأحمر وهرجع لكم تاني. طبعا النسخة اللون الأصفر اتثبتت. تعالى كده أوريك طبعا اللون الأصفر بتاعها جميل جدا. تمام. كل النسخ دي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن أو هسيبها لك على قناة التليجرام. تمام. أو اللينك مباشر. قشطة. طبعا إعدادات نسخة إيفل. طبعا هتلاقي البرايفسي بتاعها خرافي جدا. تمام. طبعا اللون الأصفر زي ما أنت شايف. تعالى كده نشوف الأباوت. زي ما أنت شايف كده يا برو، ده الأباوت بتاعها. تعالى كده أوريك بقى شكل الشات. طبعا شكل الشات بتاعها خرافة. قشطة. زي ما انت شايف. قشطة. تعالى كده برو نثبت اللون البنفسجي عشان نكمل شرح. قشطة. طبعا النسخة البنفسجية اتثبتت. طيب أنا كده أخش على النسخة تاني. زي ما انت شايف كده يا برو. طبعا اللون البنفسجي دي جامد. تمام. قشطة. تعالى نخش كده على البريفاسي. طبعا النسخة لونها خرافي، جميع كل أنواعها.
قشطة. باخد كده على شكل شات، على شكل الشات. طبعا انا مغير الالوان ومغير صورة الشات، كل نسخة بالشات بتاعها، بصورة الشات بتاعها. قشطة. ترتيب كده الأبوات هنقفل الفيديو ده، تمام. وهنثبت النسخة الحمراء عشان نكمل شرحنا، تمام، وتاخد الباسورد. قشطة. انتظرنا سنة. نخش كده على النسخة اللي باللون الأحمر عشان نكمل شرح، عشان أفهمك كل المميزات اللي في النسخة واتبع معايا خطوة خطوة. طيب تمام. تعال كده أوريك تركاية كده لأول مرة على اليوتيوب. قشطة. طبعا لو دوست على السهم ده، طيب تعال أوريك حاجة. السهم اللي هو ده، تمام. طبعا زي ما أنا قلت لك الخلفية بتتغير باللون الأحمر على كل لون، تمام. بعد كده تخش على خاصية نسخة ايفل فيرجن 29. طبعا يدخلك على البرايفسي، ده البرايفسي. تطلع كده خطوة. طبعا تحميل فيديوهات، تنزيل ستوري، عايز تنزل ستوري، تمام. تنزل ستوري. تحديد الكل، يعني تحديد الكل انا فاهمها لك. طبعا انت مثلا لو كتبت كده 50 جملة، دوست على دي تحديد الكل، خطوة واحدة هتحدد دي بس كده. بعد كده تدوس على تحديد الكل. قشطة. كل ده هيتحدد معاك. طيب تحدد. قشطة. بعد كده تطلع تاني، تدوس نفس الكلام على صورة الترس دي. طبعا اختار فيديوهات. طبعا دي الفيديوهات اللي في الشاشة، طبعا زي نسختي الفريان 55. قشطة. ودي صورة الشاشة. تذكر فيروس بيرمي تلقائي. طبعا نسخة بترمي تلقائي فيروس زي ما انت شايف كده. كده الواجهة دي طبعا نسخة بترمي طلقة في الفيروس. قشطة. طبعا بترمي فيروس اندرويد وفيروس ايفون وفيروس عادي. طبعا انت لو دوست على صورتك دي مش هيدخلك على اي حاجة. قشطة. لا هيدخلك على البروفايل. طبعا نسخة جميلة جدا. ده تذكر عادي. قشطة. طبعا تحط مثلا العدد، مثلا تحط 20. دوس تضرب. طبعا ترمي كلمة ايفل 20 مرة. تعالى كده اوريك برضه بتاعت التحديد. شوف، نسخة بتحدد تلقائيا لوحديها، بس لازم ترمي كمية كبيرة زي ما انت شايف كده يا برو. لما انت تحدد وتتعب، لا النسخة بتحدد تلقائي. قشطة. طيب خلصنا كده من الشات. طبعا هنا زي ما انت شايف هنا اقطع النت عن النسخة. طبعا وضعية الشبح. طبعا لا تتصور بالكاميرا. طبعا أيقونة البحث. طبعا عشان تخش على البرايفسي والإعدادات. طيب تمام. انت دلوقتي هتتزاول. طبعا إعدادات إضافات في النسخة دي برايفسي عادي زي برايفسي المتجر، بس أول حاجة كده لما تيجي تخش على إعدادات عيب تشغيل، دردشة عادية اللي انت تحط رقم غير محفوظ وتخش عليه عادي من غير ما تسجله. طبعا الاعدادات طبعا ده هيدخلك على برايفسي عادي خالص. طبعا دي بتعدل على فيروس نسخ اكس. قشطة. هو ايفل المطور على نسخة اكس. طبعا اعدادات نسخة ايفل دي، تمام. ده هيدخلك على البرايفسي. طبعا انت هيجيلك واجهية زي دي. قشطة. طبعا انت لو انت مشترك هتدوس موافق، مش مشترك هتدوس اشتراك، هتخش على القناة هتشترك فيها. قناة اخويا ايفل طبعا هينزل لك نسخة حاجة عظمة. خد لك كده اول رقم في الباسورد هو 30. اخر رقم في الباص 30. قشطة. اكتبه لك كمان هنا كده 30. طيب موافق. طبعا اول حاجة طبعا تصفح نخش عليه عشان انت عارف. حجم البطارية. طبعا البطارية فيها 24 هاي زي ما انت شايف. طبعا البطارية
البطارية طبعا دي فيها 24، وهنا جايبة لك كمان في النسخة دي أول ميزة برضه زي نسختي برضه الفيرجن 55. وطبعا نوع التليفون سامسونج، وطبعا التاريخ والوقت. ودي لو ضغط على الصورتين ده هيدخل خصوصية نسخة اليوم. طيب تمام، لو جات لك رسالة زي دي دوس موافق. تمام. وتأتي الشبح وإخفاء متصل بالإنترنت أيام التوجيه. طبعا إخفاء عرض الستوري. طبعا رسالة غير محفوظة ورسائل يعني في يعني تفعل الزرار ده الرسائل، أي حد مسح الرسائل تبقى زي ما هي، والمنع حذف الستوري. طبعا إخفاء علامات التلاتة. طبعا هنا خصوصية جهات الاتصال، خصوصية المجموعات، خصوصية المكالمات، خصوصية القفل زي ما انت شايف. طيب طبعا القفل بتاع الباسورد بتاع النسخة عشان محدش يلعب في النسخة ويشوف الرسائل انت ولا مش عايز اسأل. طبعا الصوت مزلك شوية. طيب تمام. الإعدادات، إعدادات الشاشة طبعا العام. طبعا إشارة جهات الاتصال المتصلة وقطع النت. طبعا الشاشة الرئيسية طبعا ثبت أكتر من 3 محادثات. طبعا إخفاء المحادثات المرشفة، وإخفاء رمز الطيارة وجهات الاتصال. طبعا دي فجأة نسخة يعني احنا عارفين. الشاشة طبعا دي كل جميع الإضافات. طبعا نسخة متعربة تما متعربة مفيهاش كلمة إنجليزي، النسخ كله هو بيعربها بنفسه. طبعا تنظيف الشتات، لو خدها مساحة. طبعا إعدادات الفيروس، طبعا إخفاء المنشأ من الرومات، وفعل عشان ما تهنكش فيروس الكود، وفعل عشان ما تهنكش الفيروس المقصود، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الإشعارات، فعل عشان ما تهنكش حرك النسخة بمكالمة، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الدعوة، فعل عشان ما تهنكش فيروس الستوري، فعل عشان ما تهنكش فيروس الكشف، فعل عشان ما تهنكش كونتاكت. طبعا هنا بقى قطع نت. طبعا زي ما انت شايف كده يا برو، النسخة فيها قطع نت بجميع أنواعه. قشطة. طبعا الإضافات العادية. طبعا دي شكل الواجهات، الواجهة اللي من برا. كده نشوف شكلها كده. طبعا بغير الشكل خالص، جابت كلمة واتساب. طبعا بغير شكل تاني. قشطة. طبعا غير الشكل التاني. طبعا هنشوف من الشكل الأولاني عادي خالص. غير أسطر. نخش تاني أوريك تاني وجهية. طبعا هي فيها 3 وجهات. زي ما انت شايف. طبعا دي نسيت، دي مش وجهات، دي أسطر. والله حاجة جميلة يعني. 3 أسطر. نسختي كان فيها 8 وجهات و8 أسطر الزرقاء. طيب تمام. إضافات عادية طبعا، جعل الرسالة مرتين، واكتب إن أنت بتسجل في ريكورد، وظهر إعادة توجيه وظهر إعادة توجيه المعدلة، وتذكر قبل، وإخفاء علامتين الصحن الزرقاء، وحرك النسخة بمكالمة. قشطة. طبعا تغيير اسمك، يعني بدل ما تكتب مثلا كلمة ايفل دي اللي في المصدر في الانترو تكتب اسمك. تمام. طبعا ده أبوة النسخة. وطبعا دي لأول مرة فيها فيديوهات في الشات. طبعا بتغير. تاني شكل رقم 3 اللي هو قناة صحف البرايفسي العادية. قشطة. طبعا كده أنا خلصت لك البرايفسي. طبعا تعال نخش. طبعا هنا الإعدادات العادية. طبعا ده برايفسي عادي جدا، وده البرايفسي الأساسي، ومجموعة جديدة، وارسل جماعة جديدة، واربط الأجهزة المربوطة برسائل مميزة بنجمة. الإعدادات. طيب تخش كده الإعدادات العادية خالص وشكلها جميل. قشطة. طبعا دي المساعدة، وتخش كده على باوت. وكده انتهى شرحنا النهاردة. يلا سلام. من قبل ما نقفل الفيديو كده اخد لك اخر رقم في الباسورد 30 برضه، يعني رقم الباسورد 30. تمام. واكتبه لك هنا في الشاشة برضه. يلا سلام.